موسم رمضاني ناجح رجعت فيه الفنانة المغربية بسمة بوسيل من تاني للأضواء كمطربة بعد سنين طويلة اسمها ارتبط فيها كزوجة أو طليقة الفنان المصري تامر حسني وبس. ويبدو إنها قررت تكافئ نفسها بأجازة سريعة وما كانش في حسابها إن صورة واحدة هتقلب عليها الدنيا وتبوظ عليها أجازتها. جرعة غنائية مكثفة شاركت بيها بسمة في واحد من أنجح الأعمال الدرامية في رمضان 2024 وأكثرها مشاهدة، وهو مسلسل الافوكاتو للفنانه المصريه مي عمر. فقدمت تتر النهايه بالاضافه ل3 اغاني ضمن الحلقات، وقدرت تفكر الناس من جديد بصوتها الطربي الناعم اللي اتشهرت بيه في العالم العربي خلال مشاركتها في برنامج ستار اكاديمي في 2009، وده قبل ما يشترط عليها تامر حسني اعتزال الغنى عشان يتمم جوازهم سنه 2012. وهنا اتخلت بسمة عن احلامها في سبيل حبها. ارتفاع حراره الطقس في القاهره شجع بسمة على الاستمتاع باجازه صيفيه سريعه مع اولادها بعد ضغط تسجيل اغانيها في رمضان، واختارت تقضيها في الجونة. وكعادتها حرصت على مشاركة متابعيها أجواء الأجازة، فنشرت كام لقطة لولادها على متن يخت في عرض البحر في الوقت اللي حرصت فيه على استعراض تاتو جديد رسمته على جسمها بصورة قلبت عليها الدنيا. بسمة نشرت صورة منفصلة ليها لوحدها خدتها على طريقة السيلفي قدام مراية، وظهرت فيها بإطلالة جريئة لبست فيها توب كاشف وحطت إيديها على بطنها المكشوف في إشارة للتاتو الجديد. وبسبب الصورة دي اتعرضت بسمة لهجوم قوي على السوشيال ميديا سواء من متابعيها أو حتى من فانز النجم الجيل. معروف إن بسمة متحررة في ملابسها وبتظهر بقطع جريئة سواء في حياتها اليومية أو في المناسبات اللي بتحضرها، لكن المرة دي شاف منتقديها إنها تجاوزت الخطوط الحمراء والذوق العام. والغريب إن كتير من اللي هاجموها عاتبوا على تامر حسني السماح ليها بالظهور بالإطلالات المكشوفة دي من وقت ما كانوا متجوزين، وده اللي بيخالف عادات وتقاليد المجتمع المصري المحافظ. في سنة 2014 كانت بداية خلافات بسمة وتامر، وده بعد ما جابوا تاليا أول مولودة ليهم وأعلنوا انفصالهم. والمفاجأة إن وقتها انتشر على السوشيال ميديا صورة لعقد جواز بيتأكد فيه بسمة إنها اتجوزت من زميلها في ستار أكاديمي يحيى سويس في أكتوبر 2010، وربط الكتير بين ظهور الوثيقة دي في الوقت ده وبين انفصال الزوجين. الدنيا اتقلبت وتامر مسكتش ونفى الموضوع ده بوثيقة رسمية مختومة من المحكمة الشرعية اللبنانية بتؤكد إن بسمة ما اتجوزتش يحيى، وإن صورة عقد الجواز المنتشرة دي مزورة. وده نفسه اللي أكده يحيى، وقال بسمة صديقة مقربة لقلبي، واللي كان بينتشر عن علاقة حب بينا وقت الأكاديمية مجرد فبركات إعلامية. حتى اتصالنا اتقطع من فترة واتجوزت فتاة من خارج الوسط الفني في 2012، وعلمت بخبر جواز بسمة وتامر من الصحافة. علاقة بسمة وتامر اتصلحت ورجعوا لحياتهم الزوجية وجابوا أمايا وآدم، بس للأسف ده ما أنقذش جوازهم بعد انفصالهم لأكتر من مرة، وده كان في إبريل 2023. والمفاجأة لما كشفت بسمة في منشور جريء عن ضلوع منسقة أعمال تامر هالة عمر في خراب بيتهم لما كتبت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة، احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك، بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة أولادك. آخر سنتين في حياة بسمة كانوا الأصعب، فبالإضافة لانفصالها عن تامر في 2021 فقدت والدها اللي كانت بترتبط بيه بعلاقة استثنائية، إلا إنها تجاوزت أزمتها وركزت أكتر في البزنس الخاص بيها. فبالإضافة لبراند مستحضرات التجميل اللي سبق وطرحته باسمها في المغرب من فترة، قررت تطرح براند جديد للعناية وعلاج البشرة. أحدث لقاء لبسمة في برنامج على المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب كشفت قرب رجوعها لتامر، وكان أكبر دليل ظهورها المتكرر معاه خلال شهر رمضان سواء في حفلات سحور أو إفطار عائلية أو فنية، إلا إنهم ما أعلنوش عودتهم لبعض بشكل رسمي لحد دلوقتي.